صباح الفل. اول حاجه عايزين نبدا بالحلاقه عشان شكلي زي ما انتم شايفين ما يسرش عدو ولا حبيب. ماشي، فهنبدا بالحلاقه زي المره اللي فاتت. ادي عده الحلاقه ويلا بينا تفعيل مود الحلاق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح الفل، ومعاكم محمد ابو عيسى واهلا بيكم في فلوج جديد من مكان مميز والمطار. ودلوقتي رايحين على مصر، يلا بينا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان اللي جاي جامد. وباذن الله الرحله دي في مصر هتكون رحله طويله وهعيشكم كل لحظه معايا في الرحله. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تضمن ان كل الفيديوهات جايه، ويلا بينا. عديت الحمد لله من اكتر جزء بكرهه وهو التفتيش بقى والوزن والحوارات دي، بس الحمد لله يعني كل حاجه عدت على خير. هروح دلوقتي ادور على البوابه بتاعتي. انا كده خلاص خلصت وزن وتفتيش وكل حاجه، فانا دلوقتي متجه المفروض الى ممر الطياره. اشوفكم هناك ان شاء الله. ادي السوق الحرة، شوكولاتة دبي دي اعتقد. اهي بصوا دبي شوكولاتة. وهنا طبعا اغلب الحاجات الكحول. ندخل للركن المحبب الى قلبي، البرفانات. هندوره طبعا على زوفاج. سعر المفروض العلبة دي 170 اورو. وعلى فكرة يعني معلومة ان الازاز المحطوط هنا تستر مسموح عادي لاي حد يرش منها عادي، مفيش اي حد ممكن يكلمك وده حقك، يعني انت مش بتعمل حاجه غلط. فروت جيتس سي، ودي انا سي ومكتوبه فوق على الشاشه اهي. لحظات المطار والسفر بتبقى ليها متعه خاصه كده، بس لما ما بيكونش معاك شايل كتير ولما ما يكونش معاك عيال صغيره. فانا معيش عيال صغيره بس معايا شايل كتير، ودي حاجه معصباني الصراحه. بينادوا على الطياره رايحه لندن، اخر نداء ليها. عقبال كده ان شاء الله ما نروح لندن قريب. دي من ضمن المدن او البلاد اللي انا نفسي اروحها، هي لندن. فان شاء الله كده ربنا يكتب للواحد ايه العمر والتوفيق ونروح قريب. المطار طبعا رايق نظيف هادي، وانا بحب المطار. كمان في المطار بيكون في اماكن لشحن التليفونات. دي مش في كل المطارات، دي يعني انا ما شفتهاش غير هنا في مطار برلين. غير كده مثلا دخلت مطارات كتير، اغلب المطارات ما فيهاش المكان اللي انت ممكن تشحن فيه، واساسا الفيش مش موجوده كتير يعني في المطارات اللي انا دخلتها. فانا دلوقتي هروح ادور على سي 19 والشنطه اللي على كتفي دي واللي على ظهري وجعت لي ظهري ومش قادر اتكلم الصراحه. روحت تسويحه ما يعلم بالله ربنا في الشنطه اللي على ظهري، علشان المفروض بتبقى ليها ابعاد معينه والطيران ده كان مدقق بالسنتي، فانا طلعت كل هدوم لبستها عشان ما ادفعش فلوس. كانت عايزه تدفعني مبلغ محترم يعني على ولا حاجه، بس انا قاعد اهو جنب الشباك. الحمد لله قعدنا والطياره بقى ايه هتبدا تتحرك والجو حر. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وصلنا إلى الأراضي الحبيبة الحمد لله. في البحر بما ينفع الناس. في مطار السفنكس أول مرة أنزل في المطار ده. مطار ممتاز الصراحة والمعاملة فيه نظيفة جدا، ومطار صغير كده وحلو. هطلع دلوقتي إن شاء الله عشان الأهل مستنيين بره. والحمد لله يا شباب وصلنا اسكندريه على خير، وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه،
وتفعل الجرس عشان اللي جاي جامد. وفي نهاية الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أنا معكم محمد أبو عيسى، أشوفكم في فيديو جديد وإمي.